إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في قناة مغتربة، وأسعدكم الله أينما كنتم، وحقق أمانيكم، وجعلكم مباركين أينما كنتم، وجمعنا وإياكم على خير في الدنيا والآخرة. اليوم بسوي لكم الكشري المصري. هذه طريقتي. أول شي نقعت العدس طبعا مفلل وغسلته وحطيته على النار، والحين قاعدة أقطع البصل. بس الله لا يوريكم، كل شوي وعيوني تدمع وأهرب من عند البصل شوي وارجع. مرة ما شاء الله حار مدري ايش فيه. هذه الرغوة طلعتها بعد ما غليته، طلعت لي هذا الرغوة. بغسله وارجع طبعا ما برمي. انا اخليه يغلي بس شوي، مو كثير، شوي اخليه يغلي كذا نص غلوة، وبعدين بنفس الشيء انقع الرز واغسله واحطه معه. انا عادة ما اسوي هذا الطريقة علشان الرز ما يعجن معه، يعني يكون مفكفك مرة، يهب مفلفل. المرة هذه سويت الطريقة. انا طبعا نفس طريقتي في الكبسات، اغلي الرز لحاله واكب المويه وارجعها على الكشنة ايش ما كانت. هذه انا سويت هذا الطريقة اختصارا للوقت طبعا، ولا ما اسويها ابدا. يقعد الرز الكشري مفلفل مثل الكبسات، حلو ما يتلاصق ابدا. هذا ملح طبعا، انا ما ملح الا ملح خشن. ما عاد عرفنا الاصل، مرة يقولوا هملايا ومرة مدري ايش. والله اشتريت لزوجي لانه محافظ على صحتي شوي، هملايا. بعدها قالوا انه مو حلو، صرت خلاص تكسرت منه. قلت ما معنا الا حق الاباء والاجداد. كنا زمان نشتري شو يسموها هذه ابو 5 كيلو واحدة وراء الثانية، ما كنا نعرف المطحن هذا. حتى لو بغينا للسلطة ولا شي كنا ندقه في الهاون. اول مرة حط الزيت للكشري كذا، لاني شفت مقاطع قلت خليني مو مشكلة. وبعدين والله ما استخدمته كله في الكشري، حسيت كثير. حمرته وارفع على جنب. هو الكشري اكثر شيء محليه البصل والصوصات. فعلا يوديك عالم ثاني، ما شاء الله كلنا نهبل عليه، اللهم بارك. الحين انا قاعدة ابشر الثوم عشان بكشنه، وبعدين اقسم منه جزء للمكرونة هذه. قاعد اغليها. كان نفسي في الصغار مرة ما حصلت، دورت في البيت ما حصلت، اضطريت اسوي هذا النوعية. الحين هذا الثوم بشرته وبقليه مع شوية زيت. شوفي معليش، شوفوا هذا هو كشنته. مو شوف بس كذا، ياخذ لك شي بسيط، واحط معه واحد ماجي. وبعدين اقسم الجزئين، جزء للصوص الاحمر وجزء للصوص الابيض اللي هو زي المرق. هذا هو. معلش يداتي فيها بهارات عشان نحط واحدة ورا الثانية، لانه لو ما سويت الطريقة بيحرق البصل. الثوم لازم اكون قريبة منه. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. افحس هذا اللهم صل على نبينا محمد. الثوم خلاص طفيته الحين، لانه لسه بياخذ ويعطي مع الزيت شوي. هنا جبت طبعا ما عندي طماط، وحتى لو في طماط يكون لونها ابيض، فانا دائما اجيب هذا الجاهز، الطماط المقشر. هذا فلفل طبعا، بدل ما اعمل اعمل فلفل فيها نفس الصوص. هذا فلفل حطيته. اللهم صل على نبينا محمد. المكرونة ما زالت، ولا احط لها لا زيت ولا شيء، اللهم انه ملح فقط.
نفس الشي. شوفوا حطيت لها فلفل وكمون. هذا موية حار للصوص الابيض اللي هو والله ما ادري اسمها ثومية، ما ادري ايش اسمها. خلاص هذا يعتبر بخله على جنب لين يجي وقت بضبطه. كمون وفلفل. طبعا الاغلبية كمون لانه ميزة الكشري يبغالك كمون. خلاص طحنته. هذا هو. اخليه يتسبك شوي واحط الخل وارفع على جنب. هذا الخل. طبعا لما جيت اذوق الزيت زيادة، زدت غطا ثاني لانه حسيت انه قليل. وملح اخر شيء. هذا الصوص الثاني شوفي ضربته في الخلاط. معلش شوفوا ضربته في الخلاط. الله يسعدكم يا رب. الشعيرية حسيت اني قليتها بس سبحان الله يعني كأن الكمية الكشري ما شاء الله اللهم بارك. شوفي الشعيرية كمان ما احط لها ولا قطرة زيت، اكشنها كذا على الناشف. اسفة، احمصها على الناشف. هذا ملحت شوي. ما ادري ليش الملح يبان كثير مع اني احط بس شوي. معلش اني استخدم يدي لانه اي حرمة بتطبخ كذا يعني ما ادري. لو قعدت مع التصوير الاتيكيت والاشياء هذه حسها صعبة. احيانا تكوني رايقة وتجهزي للطبخة وتعمليها بدون ما، واحيانا والله بس تكوني مستعجل، خاصة الطبخة هذه طويلة ويبغى لها سرعة. الحين بدأت أطبقه. هذه حطيت اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد مكرونة ورز واللهم صل وبصل وبعدين نفس كذا. هذا الشعيري في الأخير جبتها حطيتها فوق آخر شيء. هذا ما شاء الله مليان القدر اللهم بارك. هذا الصوص الأبيض. شوفي كيف شكله، شوفوا كيف شكله مرة هبل وكمان طعمه. وعملت له خل وشوية ملح لأنه حبة الماجي بخصم فينا ملح، نوع ماجي مو مالح ما شاء الله. هذا الشكل الأخير وبالعافية. والله طعمك كان ممتاز ممتاز ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا فطور سويته اللحوح يمني محلى مرة ممتاز مع شاهي حليب. اللهم بارك. إذا تبغون الطريقة أو إن شاء الله مع قادم الأيام برجع أسويها بإذن الله. بس أنا كذا سويت الخلطة وبعدين قلت ليش ما أصور. أنا مو متقنة للمرة بس إنه حلو يعني. لا بس ما شاء الله اللهم بارك. أنا صراحة أحب مرة ذا اللحوح. هو يجي مالح ويجي حامض. هذا آسف يجي حلو ويجي حامض يعني مالح مالح على حموضة. هذا المالح والحامض ينأكل على أشياء تغميس. أما هذا على شاي حليب، أكثر شيء على شاي حليب. أسرع لي علشان أنجز في الموضوع أسوي أبدأ هنا ونقول في الطاوة الثانية علشان يتحمر بسرعة. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. طبعا يمكن أنا عشان الطاوة عندي مو من النوع الكويس ما تفتح بزيادة. أنا حسيت إنه من الطاوة وبعدين قمت غيرت الخليط يعني قلت يمكن عشان الخليط ثخين بحاول أخف الخليط وفعلا ضبط معايا. بعدين هذه أول واحدة، طبعا أول واحدة تكون مو مضبوطة مرة. الحين أبدأ أرصهم على بعض وبين فترة وفترة أصب زيت السمسم. هذه لازم زيت السمسم، حلتها بزيت السمسم حتى لما تجي تاخذينها تحسي في يدك سمسم زي الزيت هذا. هو شوفي ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. الحين بدأ يضبط.
نفس الشيء انقل من الطاوة هذه للثانية على اساس اسرع انجز. هو كوجبة يعني يحسب كوجبة، يا فطور يا عشاء. معلش طولت عليكم في المنتج. معلش صوت المكيف عندي لانه على راسي وصحراوي مسوي ازعاج، تحملوني ان شاء الله. بحاول، هي تجربة، احنا الحين قاعدين نتعلم ان شاء الله. هذه بتكون اخطنت لا شافي فيما بعد باذن الله. هذه نفسي انا سويت بس تقريبا 3 أو 4 على للقناة، بس احس يعني سبحان الله العظيم. هذه ما شاء الله اللهم بارك، شوف طلعت مرة مفتحة. اللهم بارك، لا اله الا انت، سبحانك يا رب وبحمدك. اللهم انت ربي خلقتني وانا امتك وانا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك، ما شاء الله حتى يبن كأنها فيها لمعة. هذا زد السمسم. بين فترة وفترة طبعا أسوي 4 3 وأصب يكون مرة الطعم لذيذ جدا. هذا الصحن الثاني عشان أولادي كلهم مو كلهم يحبوا زيت السمسم، أسوي لهم فيه سمن عادي وعسل. يا رب يا كريم يا رب. ما شاء الله، كل ما يعني سويت زيادة كل ما صارت الحوحة أفضل. اللهم بارك ما شاء الله. هذا الحين حطيت لهم عسل وسمن. هذا سمن. نفس الشيء لما تحطي بين 4 5 ينزل لا تحت عادي. حتى لو بغيتي مثلا حار تدخليها الميكرويف. عملت لها حبة سوداء بس يمكن شكلها مو مبين. هذا خلص بعدين ينزل، هو نفس مع الحرارة ينزل لا تحت. لا إله إلا الله محمد رسول. هذا الشكل النهائي. طبعا هذا شاهي الشاي كمان في ناس تحبه بسكر وناس بدون سكر، وناس وعسل، واللي بس زيت السمسم. وحياكم الله جميعا والله.